السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله مع بعض يا سنة أولى هنحل امتحان متوقع في مادة العلوم. تعالوا بينا يلا نبتدي حل الامتحان يا سنة أولى. البداية طبعا هتكون مع السؤال الأول ألف بعنوان أكمل ما يأتي. تعالوا بينا يلا نشوف العبارات. العبارة رقم 1 معانا من الأحماض القوية نقط. طبعا من الأحماض القوية اللي ممكن نكتبها في طبعا الإجابة هو حمض النيتريك، ده من الأحماض القوية. أما بقى بينما نقط ده من الأحماض الضعيفة. طبعا حمض الكربونيك ده من الأحماض الضعيفة، نكتب كده مكان الإجابة حمض الكربونيك. أما بقى العبارة التانية معانا من أنواع التلسكوبات التي تستخدم في رصد الأجرام السماوية نقط ونقط. ايه نوعين من التلسكوب؟ طبعا أول حاجة معانا التلسكوب الكاسر، فنكتب كده كلمة التلسكوب الكاسر، ده نوع من الأنواع. وفي نوع تاني اسمه التلسكوب العاكس. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل العبارة التانية. اما بقى العبارة التالتة، المروحة والخلاط الكهربائي من الأجهزة اللي بتحول الطاقة نقط للطاقة نقط. طبعا احنا لو لاحظنا المروحة والخلاط اللي موجودين عندنا في البيت يا سنة أولى هنلاحظ ان هما بيحولوا الطاقة الكهربية، لانه طبعا الخلاط وكمان المروحة بيشتغلوا بالكهرباء، يعني بيحولوا الطاقة الكهربية لطاقة حركية، وده بنقدر نشوفه في حركة المروحة والخلاط. أما بقى العبارة رقم 4، بتؤدي أكاسيد نقط إلى تهيج الجهاز العصبي. طبعا اللي بيؤدي إلى تهيج الجهاز العصبي هي أكاسيد النيتروجين، يعني مكان النقط هنكتب كلمة النيتروجين. أما بقى العبارة بقيتها بيقول بينما أكاسيد نقط بتؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي. طبعا الجهاز التنفسي بيتم تهيجه من أكاسيد الكبريت. أما بقى العبارة 5 معانا يا سنة أولى، من أشهر المذنبات اللي بتدور حول الشمس مذنب نقط. طبعا الإجابة هتكون مذنب هالي، اللي بيكمل دورته حول الشمس كل نقط عام. طبعا الإجابة هتكون كل 76 عام بيكمل مذنب هالي الشهير دورته حول الشمس. أما بقى العبارة رقم 6 والأخيرة معانا، بيحتل كوكب الأرض الترتيب نقط من حيث البعد عن الشمس. طبعا من حيث البعد عن الشمس فكوكب الأرض هو ثالث الكواكب. أما بقى الترتيب نقط تصاعديا من حيث الحجم، فترتيب كوكب الأرض من حيث حجمه هو الرابع، ده لو رتبنا الكواكب تصاعديا من حيث الحجم. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل لب، وب عبارة يا سنة أولى عن مسألة وطالب مني أحسب وزن جسم كتلته 60 كيلو جرام، علما إن الجاذبية الأرضية 9.8 متر كل ثانية. طبعا الإجابة هتكون طبعا اول حاجة معانا اننا هنبتدي نكتب القانون اللي هنحل بيه المسألة، والقانون بتاعنا بيقول ان وزن الجسم بيساوي كتلة الجسم في عجلة الجاذبية. وانا طالب مني ان انا احسب الوزن، ومديني كتلة 60 كيلو جرام وعجلة الجاذبية 9.8. طبعا بضرب ال60 في 9.8 باستخدام الآلة الحاسبة هيطلع الناتج 588 نيوتن، لانه وحدة قياس الوزن هي نيوتن يا سنة اولى. كده نكون انتهينا من حل ب. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل لجيم، وجيم عبارة عن من الشكل المقابل. رقم 1 عايز يعرف نوع الصخور المكونة للطبقات الصخرية. طبعا أول حاجة معانا نوع الصخور هيكون هي صخور رسوبية، يعني هنكتب كده جنب السؤال صخور رسوبية. أما بقى رقم 2، ما الحرف المعبرة عن أقدم ما الحرف المعبر عن أقدم هذه الطبقات. طبعا هو عندي كاتب لكل طبقة حرف، حرف ال A، حرف ال B، ال C، ال D. ايه الحرف اللي بيعبر عن أقدم طبقة من الطبقات دي؟ طبعا الحرف هو حرف ال D، هي الطبقة اللي في الأسفل. وما الذي يميزها؟ طبعا إن هي أكثر تماسكا، بتكون أكثر تماسك وبتحتوي على نسبة ماء أقل
من الطبقات التي تعلوها. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني، والبداية هتكون مع ألف وعلل لما يأتي. العبارة رقم 1: علل: لولا طبقة الأوزون لهلكت كافة الكائنات الحية على سطح الأرض. تفتكروا ليه لولا طبقة الأوزون لهلكت جميع الكائنات؟ طبعا الإجابة هتكون ده لأنها بتحمي الكائنات الحية من أخطار الأشعة فوق البنفسجية المصاحبة لأشعة الشمس. هي دي الإجابة. كده نكون انتهينا من حل العبارة الأولى. أما بقى العبارة التانية: علل: نرى البرق قبل سماع الرعد رغم حدوثهم في وقت واحد. ليه تفتكروا دايما بنشوف البرق قبل ما نسمع الرعد يا سنة أولى؟ طبعا الإجابة هتكون لأنه ضوء البرق ده عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، وصوت الرعد عبارة عن موجات ميكانيكية، وسرعة الموجات الكهرومغناطيسية أكبر بكتير من سرعة الموجات الميكانيكية في الهواء. عشان كده دايما بنشوف البرق قبل ما نسمع الرعد. دي إجابة العبارة التانية في سؤال علل. كده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب عبارة عن اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات الآتية. معانا أول مركب من المركبات اللي هنكتب ليها الصيغة هو نترات الصوديوم. طبعا نترات الصوديوم الصيغة الخاصة بيه، تعالوا نكتب هنا في المكان الواسع ده. طبعا الصيغة NaNO3 ده نترات الصوديوم. أما بقى كبريتات الألمنيوم فطبعا الرمز الخاص بيه LaL2، وفي مجموعة كده هنحط SO4، والكل طبعا مضروب في 3. هي دي الصيغة الكيميائية لكبريتات الألمنيوم. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ب. أما بقى ج عبارة عن ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. تعالوا بينا بقى نشوف العبارة رقم 1: مجرة ضرب التبانة ذات شكل بيضاوي بتخرج منه أذرع مستقيمة. طبعا العبارة دي بتكون عبارة خطأ. أما بقى العبارة التانية: بيعتبر تفاعل الكربون مع الأكسجين تفاعل اتحاد عنصر مع مركب. طبعا العبارة دي برضو بتكون عبارة خطأ لأنه ده تفاعل عنصر مع عنصر، فنكتب علامة خطأ. أما بقى العبارة اللي بعدها: بيرى المراقب الساكن الأجسام المتحركة بتتحرك بسرعتها الفعلية. طبعا دي بتكون عبارة صح. يقل الشغل المبذول لرفع جسم ما لأعلى بزيادة كتلة الجسم. طبعا العبارة دي خطأ. كل ما كان كتلة الجسم أكبر كل ما كان الشغل المبذول لرفع الجسم أعلى، يعني معنى كده هنكتب هنا علامة خطأ. أما العبارة 5 بقى: بينتج جزيء ملح الطعام عن اتحاد كيميائي بين عنصرين لا فلزيين. طبعا دي بتكون عبارة خطأ. أما بقى العبارة 6 والأخيرة معانا: بتستخدم الأشعة السينية في فحص عيوب خامات المعادن. طبعا دي بتكون عبارة صح. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا دلوقتي بقى ننتقل للسؤال التالت، وألف بعنوان اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. رقم 1: تفاعلات بتشترك فيها مادتين أو أكتر لتكوين مركب واحد جديد. طبعا الإجابة هتكون تفاعلات الاتحاد المباشر. العبارة التانية: كل ما يسبح في الفضاء من نجوم كواكب أقمار أجسام صخرية أو غازية. طبعا ده تعريف الأجرام السماوية. رقم 3: ذرة عنصر لا تفقد ولا تكتسب إلكترونات في الظروف العادية، فطبعا ده بيكون العنصر الخامل. أما بقى رقم 4: خاصية مقاومة الجسم المادي الساكن أو المتحرك لتغيير حالته، فدي طبعا القصور الذاتي. رقم 5 معانا: الغاز اللي بيستخدمه النبات لإتمام عملية البناء الضوئي. طبعا غاز ثاني أكسيد الكربون.
آخر عبارة معانا مركبات بتنتج عن ارتباط أيون موجب مع أيون سالب أو مجموعة ذرية سالبة. طبعا دي بتكون هي الأملاح. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الثالث. دلوقتي بقى هننتقل ب في السؤال الثالث، وده عبارة عن اذكر مثال واحد لكل مما يأتي. أول حاجة معانا عايز مركب يزرق ورقة عباد الشمس الحمراء. طبعا المركب ده اللي بيزرق ورقة عباد الشمس الحمراء هو هيدروكسيد الصوديوم. تعالوا بينا كده نكتب هيدروكسيد الصوديوم، وطبعا نكتب الرمز الخاص بيه اللي هو NOH NaOH. اما بقى رقم 2 عايز مثال لكوكب داخلي. طبعا الكواكب الداخلية كتير، ممكن نكتب كوكب مثلا الارض. اما بقى رقم 3 عايز عنصر لا فلزي سائل. طبعا العنصر اللا فلزي سائل هو البروم. اما بقى رقم 4 حركة دائرية. مثال على الحركة الدائرية هي حركة القمر حول الارض. كده نكون انتهينا من حل ب. دلوقتي بقى ننتقل لجيم، وجيم عبارة عن عايزني احسب مجموع كتل كل من المواد الداخلة والمواد الناتجة من التفاعل ده. تفاعل الصوديوم مع الكلور اللي نتج عنه كلوريد الصوديوم. فطبعا هو مديني الكتل الذرية الجرامية لعنصر الكلور وكمان عنصر الصوديوم. طبعا عشان نبتدي نحسب مجموع كتل المواد الداخلة والمواد الناتجة لازم نكتب تاني المعادلة عندنا كده زي ما احنا شايفين. بعد كده بقى نبتدي نعوض. هو كاتب لي ان الصوديوم Na ب23 وانا عندي في المعادلة 2 صوديوم، يبقى 2 في 23. والكلور ب35.5 وانا عندي 2 كلور، يبقى 35.5 في 2. ونفس الحكاية بقى المواد الناتجة. طبعا كلوريد الصوديوم قبلها 2، فهضرب 2 في عدد أو كتل الذرية للصوديوم وكمان الكلور بالشكل ده. وبعد كده هبتدي بقى أكتب مجموع كتل المواد المتفاعلة اللي هو الصوديوم والكلور. أما أجمعهم كده بالشكل ده بعد ما عوضت عنهم هيطلع 117 جرام. اما بقى مجموع كتل المواد المتفاعلة فبعد التعويض اما ضربت 2 في كتل الكلور وكتل الصوديوم طلع برضو الناتج 117 جرام. يبقى انا كده حسبت مجموع كتل المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في المعادلة، وانتهيت كمان من حل السؤال الثالث. تعالوا بينا ننتقل للسؤال الرابع. ألف اختر إجابة الصحيحة. رقم 1 الأجهزة الآتية بتعمل بتأثير القوة المغناطيسية ما عدا نقط. طبعا الإجابة هتكون المصباح الكهربي. أما بقى العبارة اللي بعدها بتحاط جميع الكواكب بغلاف جوي ما عدا كوكب نقط. طبعا الكوكب الوحيد اللي مش بيكون حواليه غلاف جوي هو كوكب عطارد. رقم 3 بقى بتوجد طبقة نقط في حالة منصهرة. طبعا الطبقة اللي بتكون في حالة منصهرة هي اللب الخارجي. أما بقى رقم 4 والعبارة دي بتقول تمنع نقط انزلاق الأقدام عند السير. ايه الحاجة اللي بتمنع انزلاق الأقدام؟ طبعا الإجابة هتكون هي قوة الاحتكاك. أما بقى العبارة 5 في الأيون السالب بيكون عدد البروتونات نقط عدد الإلكترونات. طبعا الأيون السالب إنه بيكون عدد البروتونات أقل من عدد الإلكترونات. أما بقى العبارة 6 والأخيرة معانا إذا كانت سرعة سيارة 70 كيلو متر كل ساعة فإن سرعة راكب السيارة تكون نقط. طبعا راكب السيارة هتكون سرعته نفس سرعة السيارة وهي 70 كيلو متر لكل ساعة. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف. دلوقتي بقى ننتقل لب، وب بعنوان ما المقصود بكل من. رقم 1 التفاعل الكيميائي. طبعا التفاعل الكيميائي هو عبارة عن التفاعل الكيميائي يا سنة أولى هو عبارة عن كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات الجزيئات المواد الناتجة. هي دي الإجابة، إجابة التفاعل الكيميائي ما المقصود بيه. أما بقى رقم 2 ما المقصود بالسنة الضوئية. يعني إيه سنة ضوئية؟ طبعا السنة الضوئية بتكون عبارة عن
المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة وبتساوي 9467 من 1000 في 10 أس 12 كيلو متر. هي دي المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة. أما بقى تالت حاجة معانا، فهو عايز يعرف يعني إيه أو ما المقصود بالصخور المتحولة. طبعا الصخور المتحولة بتكون عبارة عن الصخور الناشئة من تعرض الصخور القديمة، سواء نارية أو رسوبية أو المتحولة، لعوامل الضغط والحرارة الشديدة. هي دي الإجابة يا سنة أولى. كده نكون انتهينا من حل ب. أما بقى ج وآخر حاجة معانا، فهو عبارة عن سؤال مقارنة. عايزني أقارن ما بين الشهب والنيازك من حيث التعريف، وكمان عايزني أقارن ما بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية برضو من حيث التعريف. طبعا الشهب بيكون عبارة يا سنة أولى عن كتل صخرية صغيرة بتحترق تماما عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض بفعل الحرارة المتولدة عن احتكاكها بجزيئات الهواء، وترى على شكل سهام ضوئية. لكن النيزك بقى بيكون كتل صخرية كبيرة بيحترق سطحها الخارجي فقط عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض، وما يتبقى منها دون احتراق بيسقط على الأرض. هي دي المقارنة ما بين الشهب والنيزك من حيث التعريف. أما بقى السؤال اللي بعده كان طالب مني أقارن ما بين الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية من حيث التعريف، فالإجابة هتكون إنه الرابطة الأيونية دي بتكون رابطة كيميائية بتنشأ نتيجة التجاذب الكهربي بين أيون موجب لذرة عنصر فلزي وأيون سالب لذرة عنصر لا فلزي. أما بقى الرابطة التساهمية فدي عبارة عن رابطة كيميائية بتنشأ بين ذرتين لعنصر لا فلزي واحد أو عنصرين لا فلزيين عن طريق مشاركة كل ذرة بعدد من الإلكترونات بيكمل مستوى الطاقة الخارجي لها. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من إجابة الامتحان، امتحان متوقع في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي. بالتوفيق بإذن الله.